اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج لايف كلينيك. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون الاتصال بينا من اي تليفون ارضي 257-56-817. حلقتنا النهارده في منتهى الاهميه لان المواضيع اللي هنتكلم فيها مهمه جدا، لكن ابرز حاجه عايزه اتكلم عنها دلوقتي حالا وهو مرض السكر. ومرض السكر ده زي ما بيقولوا ايه، الكابوس بتاع معظم المصريين. مرض احنا عملناه في نفسنا، احنا اللي عملنا او جبنا المرض ده لروحنا. في ناس بتاخده جيناتيكلي طبعا، ده ما فيش كلام، لا ذنب لها فيه. وفي ناس بتجيب لروحها مرض السكر. لما الواحد يتعجب على الناس اللي بتصوت ان السكر غلي، بقول انا بدعي ربنا، بقول يا رب السكر يبقى ب1000 جنيه الكيلو عشان الناس تبطل تشربه او تبطل تاخده في اكلها ولا في شربها ولا في شايها ولا اي حاجه، لان انت بتحط سم في جسمك دون ان تدري. السموم البيضاء، الملح، السكر، الدقيق، وطبعا بعض الحاجات اللي هي اللي فيها ادمان وهي المخدرات يعني. لكن بره ده بقى زي بالظبط، بره الناس لما تشوف حد بيشرب سيجاره بتحس ايه، خلاص ده واحد بيعتبروه متخلف، بيعتبروه مش متحضر. دلوقتي الناس بتشوف اللي بتحط سكر في اكلها او في شربها حد مش متحضر ومش فاهم حاجة وجاهل ببطون المواضيع زي ما بيقولوا. بيسعد النهارده يكون معانا استاذ دكتور ماري نبيل، استاذ الغدد الصماء والسكر قصر العيني. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيكي يا استاذه، منورانا طبعا. ربنا يخليكي. ميرسي. ومعرفش ايه رايك في المقدمه؟ جميله زيك فور وان بوينت. انت عارفه حضرتك، انا عايزه اكد على الكلام اللي حضرتك بتقوليه. انت عارفه في كام مريض سكر معروفين اصلا في مصر؟ اضربي كده اي رقم. لا كتير. ها ده على فكره ده اللي مظبوطين بالظبط كده. ده في 7.8 في 7.8 قولي 8 مليون مصري مثبوت ان هو عنده سكر. اضربيهم في 2 على الحقيقه اللي عندهم سكر. ده اللي معروف اصلا. تمام. ففي كميه مهوله من البشر عندهم سكر واحنا حتى مش عارفين لسه نشخصهم. فحتى نفسي ابتدي معاكي يبقى عندنا وعي زي ما حضرتك تفضلتي كده، مين اللي يبتدي يحس ان هو لا لازم يروح يحلل سكر اصلا. كده استفتاح كلام يعني زي ما بيقولوا. المريض اللي عنده اهل عندهم سكر زي ما حضرتك قلتي، اب، ام، خاله، عمه، دي نقطه. السيده اللي ولدت طفل عنده حجم اكبر من 4 كيلو ونص، تمام، اللي كان عندها سكر وقت الحمل ممكن للاسف يجي لها بعد كده. الناس اللي زادت في الوزن حتى لو ما كانش عندها مشكله في العيله فيها سكر. الناس اللي عندهم كرش، الكرش لوحده، تخيلي حضرتك الكرش لوحده، مش لازم الوزن ككل، انما الكرش لوحده. الناس اللي بتقعد على مكتب فتره طويله وملهاش دعوه بالحركه وبالمشي، ده برضو ممكن يكون عرضه لمرض السكر. فناس كتيره قوي في مصر لو تفكرتي كده تلاقي 3/4 المصريين عايزين يحللوا. عايز اسال السؤال دايما بيشغلني ومبقاش عارفه اجابته. هو انا عايز اسال سؤال، هو السكر ده اساس الموضوع؟ يقول لك هو اوقات بيبقى جيناتيكلي، صح؟ لان الاب والام عندهم جينات وراثيه، صح؟ طب هو الاب والام دول ممكن يكونوا مش واخدينها من حد وهم اللي جابوا لنفسهم السكر، فبالتالي ياخدوا الجينات بتتغير بالظبط كده. يعني ممكن الاب او الام يكون عندهم، فدلوقتي بقت تتورث، مش لازم بقى العرق اللي يمد لسابع جد ده. شفتي بقى؟ وممكن تبتدي مع حضرتك دلوقتي كمريض وتمتد لاهلك، مش بس كده لاولادك وللاجيال بعد كده. تمام. المشكله ان اللي هيجيله لاهله مثلا سكر جال لوالدتي في الخمسينات او في الستينات، انا يجيلي في الأربعينات، يعني يجيلي 10 إلى 20 سنة متقدم أو أبدر من أهلي. عشان كده بنسمع دلوقتي على شباب عندهم، بنسمع على أطفال عندهم سكر نوع نمرة 2، مش السكر اللي هو بيجي بسبب فيروس، السكر بسبب الوزن. الأم بتيجي تشتكي تقول لي أصل ابني بيروح التمرين وأنا بوديه رياضة وكل حاجة، بس بعد الرياضة بنقعد ناكل البطاطس المحمرة وعليها الكاتشب وبناكل البيتزا، فأنتي بوظتي كل اللي أنتي عملتيه
وانت فاكره ان انت بتدلعي بقى ابنك وبتكافئيه عشان راح التمرين بتاع السباحه، ما انت ضربتي يعني كل هو حاجه. السكر ما هوش بس شوجر بالظبط. الابيض ده، السكر نشويات. السكر هو الحاجات البيضاء، ما هو الدقيق بصي حضرتك، النشويات هي البطاطس، الرز، المكرونه، والدقيق الابيض، العيش اللي ما فيهوش الياف. انا قلت اللي ربنا بيخلقه عمره ما بيمرض. جميل. اوعي تقولي لي البطاطس بتمرض. ده ربنا اللي عملها. طب ما هو الرز اللي ربنا اللي عمله، والدقيق اللي ربنا اللي عمله. ايوه، ما احنا عشان احنا بنحط عليه حاجات هي اللي بتحوره. احنا بنعمل له ايه؟ احنا بننضفه خالص وبنشيل كل الرده اللي فيه، والعيش البلدي حتى ده النضيف بقى اللي هو فله ده ابيض خالص. كل ما تسيبي الرده بتاعته باللي ربنا خلقه فيه بالقشره بتاعته كل ما يبقى احسن كتير. يعني العيش الاسود ده كل ما يسود كل ما يبقى احسن كتير. يعني البطاطس اسلقيها وكليها، بس مش بكميه كبيره. لو انت عندك سكر مش بكميه كبيره يا دكتور. ما هو لو انا ضربت كميه كبيره ابقى باذيهم. مظبوط طبعا. الناس اللي ما عندهمش سكر ما فيهمش مشكله. صحيح. لكن الناس اللي عندهم يبقى انا بالمعقول. وهقول لك تكه تانية برضو عشان مش هزعلك. البطاطس لو انت عايزه تاكليها حطي معاها او العيش او حطي معاها كميه موازيه ليها، يعني قدها او مرتين اكتر منها في الياف. يعني حطي معاها فلفل، قوطه، بصل، خضروات. يعني الخضروات هي اللي فيها الياف كتير عشان تمتص بالظبط، عشان النشويات بتتحول بسرعه الى سكريات في الجسم لما الجسم بيهضمها. يجي بقى يقابل الياف كتيره فما يعرفش بقى يهضم كل الالياف دي، فيحتاس، فيمتص السكريات اللي موجوده او النشويات اللي موجوده في المعده بشويش. فهو ده اللي بيخلي الجسم يقدر يتعامل مع النشويات دي من غير ما يتخض منها. فالمفتاح السحري، هتاكل رز، هتاكل بطاطس، هتاكل مكرونه، حط معاه خضار وسلطه كتير قوي قوي قوي، قده مرتين 3، يبقى انت كده ايه. وده طعم ايه ده يا دكتور؟ بس الشطره تغزل برجل حمار. يبقى هنحط عليها بهارات، ما كانش الرز ده يتعمل عليه خضار. انت مش بتخدمي قضيتك على فكره، انا بحاول اساعدك وانت مش عايزه تساعديني. لا بس انا عايزه اقول على حاجه. لا بالعكس، ده انا يعني بجد بقى انا ضد الناس اللي بتاكل سكريات وضد الناس اللي بتاكل نشويات كتيره، دي حقيقه. وخلي بالك باي ذا واي كمان هيقول لك طب يعني ناكل لحمه وفراخ، ان اللحمه والفراخ برضو خطر. كل حاجه بالمعقول بالمقننات. انا برضو عايزه الفت نظر حضرات كل شيء. اولا انا لما باجي اكل، في واحده لسه ست جميله جات لي امبارح او اول امبارح في العياده، وزنها كام يا ست الكل؟ وزنها حوالي 126 كيلو 130 كيلو. الست دي غلبانه جدا جدا، لانها عارفه لما تيجي تحاولي تطفي النار تحطي بدل الميه تحطي بنزين، وانت فاكره ان انت بتطفي النار. هي بتعمل نفس الكلام. هي جعانه يا حرام طول الوقت. حبيبتي ايه المشكله؟ ما انا باكل نشويات، بجوع بعمل ساندوتش البطاطس بعيش فينو واحط عليه البطاطس اللي هي بالكياس واحط عليه كاتشب عشان يتشبع. ما هو هي دي المشكله. طب انا هقول لك، بعد ما بتاكلها بساعتين بتبقى هتموت من الجوع. عارفه لو حطيتي خيارتين وبصلايه وحته جبنه صغيره وزيتونتين على النص البلدي او على هيشبعك وهيقعد فتره اطول كتير قوي بالشبع. هي المشكله اللي عندنا ان احنا ما بناخدش بالنا ان الاكل ده هيشبع وقت مؤقت جدا، وبعد كده هيهيج البنكرياس بتاعنا، هيزود الانسولين، هيجوعك مش هيشبعك. كنت قريت كتاب زمان من 9 سنين كده اسمه فرنساوي، لي سكري، الاسرار بتاعت الاكل. فكانوا من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في الكتاب ده اللي حضرتك بتقوليه ده، يقول لك في ناس بياكلوا كويس قوي 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 وما بيتخنوش ليه بقى؟ عشان بيحطوا الحاجات اللي الدكتوره بتقول عليها، بيحط الياف كتيره، خضار بتاع مع الرز والبطاطس والمكرونه. هي دي بقى الحاجات اللي التكه اللي ما بتتخنش بالظبط. طب الادويه الجديده بتاعت السكر، انا شايفه ان في تقدم شاسع في الموضوع ده. ايه بقى؟ انا هبتدي من الاخر للاول. يعني هبتدي باخر حاجه واخر صيحه، لان كل العيانين بييجوا يسالوني في العياده ايه الدواء اللي بيخسس وبيخفف من السكر. تمام. وبيشتغل عن طريق الكلى فبيسيب البنكرياس في حاله. القصه ان الدواء ده بيعمل ايه؟
زمان كنا بنفتكر ان الواحد بيشخص حتى السكر زمان بان هو البول بيبقى مسكر. حتى القدماء الفراعنه كانوا بيدوقوا البول، مش عايزه اقرفكم، بس بيدوق البول يلاقيه مسكر فيقول لك ده العيان ده عنده مرض السكر. فكنا فاكرين ان دي حاجه وحشه، فعايزين بقى ايه ادويه تقلل من نزول السكر في البول. تشاء بقى الاقدار ان احنا نلف نلف ونلف ونرجع لقصه مختلفه خالص، وهو ان احنا دلوقتي اخترع دواء الجديد ده بينزل السكر، فبيتخلص من كميه السكر العاليه اللي موجوده في الدم عن طريق اخراجها عن طريق البول. فالسكر العالي اللي موجود في الدم اللي الجسم بيتأذي منه والجسم مش بيستفيد منه، بننزله عن طريق الدواء الجديد ده في البول ومش في الدم. ففي الحقيقه هو بينزل وبياخد معاه كالوريز، فالحقيقه ان لقوا ان هو كمان بينزل في الوزن، لان السعرات الحراريه دي اللي متمثله في كميه السكر اللي السكر عالي في الجسم بياخدها وبينزل بيها. طب ما فيش خطوره؟ طب افرضي ما هو في ناس كمان تقول لك ايه، طب ما اخد وانا ما عنديش سكر عشان ينزل لي لا، ما ايه هو الحل بقى ده؟ ما بيعملش كده غير لو السكر عالي، يعني في كات اوف او في نسبه معينه لما بوصل لها في الدم الدواء ده بيشتغل وبينزل السكر. عشان كده الحمد لله ان هو مش بيؤدي الى هبوط في السكر للناس اللي عندها سكر. تمام، هو بيعمل ميتابوليزم، بيظبط نفسه، بيستابلايز. طيب افرضي انه حد مثلا ما عندوش سكر واكل اكله فيها سكر كتير قوي، ضرب له صينيه بسبوسه كده لوحده ولا حاجه، ياخد الدواء ده؟ لا. ليه بقى؟ لان ربنا خالق العيان اللي ما عندوش مرض السكر الجسم بتاعه بيعرف يعمل الاستابيليتي او ان هو يعمل هارموني، يعني عارفه زي المزيكا كده كله بيبقى فيه انسجام. ربنا خلق لنا الميكانيزم بتاعنا ان الانسولين يطلع في البني ادم الطبيعي يظبط ويسيطر ويدخل السكر ده ويخفيه من الدم. ده لو الانسان طبيعي ما عندوش مشكله في البنكرياس. تمام. فانا ما بستعملش الدواء ده غير لو المريض عنده سكر وعنده سكر عالي، والسكر ده بقدر اخليه ينزل في البول. طبعا مش كل الناس تستفاد من اي دواء نازل في السوق كده، لان ناس كتيره للاسف بتروح الاجزخانات تقول له هات من الدواء الجديد اللي مكتوب عنه في الجرايد. مش كل واحد ينفع له كل حاجه. يعني ممكن على حسب تحاليله، على حسب السكر على بتاعه، حسب حالته هو. يعني لو سيده مثلا وعندها التهابات في المسالك البوليه كتير، مش بينصح باستخدامه، لان انا هنزل سكر زياده كمان في المسالك البوليه فمش ناقصه. لو ست عندها الكلى بتاعتها مثلا تعبانه اصلا على الشعره كده وغلبانه، الكلى ماشيه في حالها، ما اديش بقى دواء يشتغل على الكلى. اذا كانت الكلى نفسها بعافيه هديها دواء يشتغل على الكلى ازاي؟ فهمتيني؟ فكل واحد، عارفه احنا دلوقتي دكاتره السكر عاملين زي الترزجيه كده. الترزيه بينقيف الدواء على حسب احتياج المريض، الجرعات، النوعيات. الانسولين فعلا هيتاخد بطريق البق. انت بقى دلوقتي حرقتي لي المفاجاه اللي كنت عايزه اعملها. انا موجوده هنا عشان احرق المفاجآت. انا عايزه اقول حاجه مفرحه، لان مرضى كتير قوي بيستعملوا الانسولين وبيبقى المخاوف والمفاوضات الاساسيه سواء نوع نمره 1 بتاع الاطفال او نوع نمره 2 اللي خلاص ما عرفناش نستعمل اقراص وبقينا بنخش على الانسولين. كل الناس دي جايه تقول لك طب والشكه يا دكتوره، ده انا بخاف، ده انا بجيب الاجزخانه عشان تديني الحقنه وبشكشك وحرام عليكم ومش لاقي حته ادي فيها. عايزه ابشرهم ان هم يصبروا شويه، لان الحمد لله كان زمان يقول لك ما فيش اقراص يا دكتوره انسولين، وانا اضحك، فيش بقى اقراص انسولين، ده بروتين هيخش ازاي؟ دلوقتي العلم الحديث الحمد لله ابتدى يبقى فيه انجازات وتقدم كبير قوي في الحته دي بالذات، انها اتحولت الى كبسولات، وعرفوا يكسروا الموانع والحواجز اللي كانت موجوده عندنا قبل كده على او ضد ان الكبسولات بتاعت الانسولين تتاخد. لان انت عارفه اي بروتين بيتاخد بيتكسر من الجسم، فبيعملوا تكنيك جديد دلوقتي بيخلوا البروتين ده كده محمي بحيث ان هو يوصل للحته اللي بيمتص منها من غير ما الجسم يعرف يكسره. فانتظروا معنا، هي لسه يعني ما نزلتش. قد ايه يعني؟ احنا بصي، اول ما الحاجه العلميه بتنزل في المجلات العلميه احنا بنتكلم على 2-3 2-3 مينيمم يعني. بيعدوا هوا، ما تقلقوش. بيعدوا هوا طبعا. تجري ما تقلقوش. احنا اتكلمنا على الادويه اللي بتخسس دي ما كناش نعرف عنها حاجه. الادويه اللي بتخسس؟ ادويه ايه اللي بتخسس يا دكتور؟ ايه هي الادويه اللي بتخسس؟ ايه؟ بصي يا ستي،
احنا بنتكلم دلوقتي على ان جزء كبير من نوع السكر نمرة 2 ده بيعتمد على الوزن وبيعتمد على الكرش والنشويات. تمام. فبرضو واحد من الادويه الجديده اللي نزلت في السوق حديثا في السنتين 3 اللي فاتوا بتارجت او بتهتم بالحته دي. لو ان في هرمونات تانية بتشتغل وقت ما العيان عنده سكر بتقلل من قدره المريض على التخلص من الدهون. بتزود الجوع. فعملوا ايه؟ قالوا لك خلاص احنا ما نقعدش بقى نشتغل على البنكرياس وكده، نشتغل على الهرمونات التانية اللي بتشتغل على الجوع. تمام. قال لك خلاص احنا نقفل بقى الهرمونات دي اللي هي بتجوع ونخليها تنشط اللي هي ما بتجوعش. فنزلوا دلوقتي ادويه في السوق بس بدون ذكر اسماء، في كذا شركه منزلاها بتتاخد للاسف برضو بتتاخد حقن، لكن هي بتعمل ميزات كبيره. هي مش انسولين، لان ساعات كتير بيقول لك اي حاجه تتحقن يبقى انسولين. لا مش انسولين، بل بالعكس هي بتساعد على تاخر ان المريض بتاع السكر ياخد الانسولين، فبتساعد على الحفاظ على شغل البنكرياس لفتره اطول. ومش بس كده، بتساعد على ان المعده يحصل لها ريلاكسيشن، يعني ترتاح كده وما تقعدش الواحد ما يقعدش ياكل فتره طويله وتزن بالظبط كده. فبتشتغل على السنتر بتاع الارتياح بتاع المعده، وبتشتغل في نفس الوقت على مركز الشبع في الجسم بدون السايد افكتس او الاعراض الجانبيه بتاعه الحاجات اللي بتخسس بتاعه الضغط لغايه دلوقتي. بس فجاه كده ما بتعملش ضغط عالي. خدي بالك لما تيجي مريضه تقول لي انا عايزه اخس واديني حاجه تزود الحرق. الحاجات عامه اللي موجوده في السوق اللي بتزود الحرق، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين مش كل حاجه امنه، لان في حاجات بتتباع في الاجزخانات للاسف دلوقتي بدون روشته الطبيب ومش امنه. فخدي بالك لو حضرتك عندك ضغط عالي، لو حضرتك ضربات القلب بتاعتك سريعه، لو انت بتتزرزري زي ما بيقولوا او بتتعصبي بسرعه، مش اي حاجه تتاخد من الاجزخانه بدون اللجوء للطبيب، لان الحاجات دي اللي بتشتغل على مركز الشبع بيبقى لها الاعراض الجانبيه بتاعه ارتفاع ضربات القلب، ارتفاع الضغط، وزياده العصبيه وقله النوم. تمام. فالدواء الجديد اللي احنا بنتكلم عنه اللي نزل في السوق مالوش الاعراض الجانبيه دي، ليه اعراض جانبيه تانية. بس ما هو عشان كده ما فيش حد يروح ياخد دواء لمجرد ان هو سمعه في التلفزيون، كل واحد بيتأيف عليه الدواء اللي يناسبه. دكتور، شايفه انه ممكن في اللي جاي في المستقبل ان شاء الله يبقى مثلا في حاجه بتتحط تحت الجلد، في حاجه تتحط ما يبقاش ممتازه. هو ده بالظبط اللي نازل في السوق. انت بتقري افكاري او بتقري من ورايا في حاجه يعني؟ ايوه. لا انا دي جت في ما هو بقى يظهر زي ما بقى جت في بال حضرتك. في دلوقتي حاجه برضو قريب قوي هتنزل في السنه الجايه على طول، زي كبسوله كده. ايوه. جواها المنتج اللي بيتاخد، بدل ما هو بيتاخد كل يوم تحت الجلد اللي موجود في مصر وبره دلوقتي موجود كل اسبوع، هيحطوه مره كل سنه وينسوه. فهي بتتاخد تحت الجلد بمشرط صغير كده بيتتحط وتقيكي بقى شر القتال لمده سنه. اصل انا جات لي الفكره ازاي بتاعت الكبسوله دي لما عرفت انه في ستات بيحطوا لها هرمونز برضو كده عن طريق هي بروسس كده بتتحط كده عشان الهرمون يطلع كده نفس الكلام. فانا قلت كده. طب ليه ما بيعملوش كده للسكر؟ بالظبط كده. فهم هيعملوا كده فعلا، او في الطريق اتعملت اوريدي وهتنزل في مصر قريب جدا. يعني دي خلاص في التشطيبات النهائيه للدخول لمصر ان شاء الله. دي هتريح ناس كتير قوي يعني. بس اتمنى ان هي تنزل بتبقى حنينه، يعني ما تبقاش عشان الناس. مشكله كبيره الادويه الغاليه دلوقتي، مشكله كبيره جدا. ده اذا لقيتوها يعني. عشان كده شوف انا اغفر اي حاجه في الدنيا عموما، يعني في البلد بتمر بظروف ولازم كلنا نستحملها واحنا معاها، احنا احسن من غيرنا كتير جدا وكده. حاجه واحده ما بقدرش استحملها او لا اقبلها، المريض ما تجيش ناحيه ادويته، لان دي بموت. يعني فاهم قصدي؟ يعني جرعه مش مظبوطه، دواء ضغط مش عارفه، في حاجات كده تؤدي الى الموت. ما ينفعش ان انت ما تبقاش متوفره.
ما انا معاكي جدا جدا، بس يعني مرض السكر بقى من الامراض بالذات اللي انا اقدر احمي نفسي بنسبه كبيره قوي من انا مني لنفسي طبعا، لان انا بحمي نفسي من الادويه الغاليه طبعا، بحمي نفسي من المضاعفات بتاعه السكر، لا وبحمي بلدي من ان هي تفضل تصرف صرفا كده على ادويه عشان خاطر مرض انا بجيبه لنفسي. هو الحمد لله برضو في دلوقتي الصناعات المصريه جزء كبير منها بيغطي كميه كبيره، هم لاجينج بيهايند او يعني ورا شويه صغيره، بس على الاقل في. بس انا عايزه اقول حاجه يا جماعه مهمه جدا، يعني دي من الحاجات المهمه يا دكتور اللي بقولها، الادويه لو سمحتوا تتوفر في الاجزخانات في البتاع، لانه بجد ما بتلاقيهاش، والا البني ادم وحياته دي ما يعني ممكن ما ناكلش نجوع ما حصلش حاجه بس ما نموتش، فاهمه قصدي؟ لا بس انا عايزه اطمنك ان من ناحيه السكر في بدائل كتير. انا ما بتكلمش على السكر بس يا دكتور. طبعا ما بتكلمش على السكر بس، انا بتكلم عموما يعني طبعا في حاجات كتير قوي ناقصه في السوق طبعا، يعني خافوا ربنا وشركات الادويه خافوا ربنا، بس هو ده كل اللي بقوله. طيب في حاجة عايزة تضيفيها تاني، حاجة جديدة عن السكر عايزين نقولها للجمهور ولا عايزة أقول لما نختم الفقرة مع حضرتك؟ أوكي، عايزة أقول إن الإعلانات والدعاية على العمليات بتاعة التكميم اللي بتخفف السكر ده حقيقي في 60 ل 70%، لكن عايزة أقول نقطة تانية، إن لقوا لما عملوا الأبحاث إن لما حضرتك بتقلل الأكل بتاعك في النشويات اللي احنا اتكلمنا عنها بتعمل حاجة موازية تماما للي بيحصل عن طريق التكميم. تمام. فأنا قصدي أنت من حقك أن أنت توفر 60-70 ألف لو أنت اتبعت النظام الطبيعي. أنا عارفة أن ناس كتيرة بتحبش تتبع النظام وناس كتيرة بتروح تعمل العمليات، لكن دلوقتي بالتكاليف الكتيرة دي من حقك على نفسك أن أنت تدي لنفسك الفرصة دي أن أنت تنزل فيها. صحيح. استاذ دكتور ميري نبيل، استاذ الغدد الصماء والسكر قصر عيني، بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. وحضرتك عارفه انا بحب دايما اعمل مع حضرتك حلقات لان حلقاتك تو ذا بوينت، بتقولي الكلام المختصر المفيد. انا بستمتع معاكي يا استاذه. ربنا يخليكي، ميرسي، بشكرك جدا يا دكتوره ميري. وفاصل ونرجع لكم، ومعانا طبعا في الفقره الجايه استاذ دكتور سراج الدين زكريا، استاذ الكبد والجهاز الهضمي القصر العيني، انتظرونا.